معقول؟ انت يا بسمة؟ انت اللي كنت مأمناكي على اسراري وبقول عليكي اختي؟ كل واحدة بتدور على مصلحتها، وانا لقيت فرصتي. ليه يكون عندك الدهب ده كله وانا لأ؟ اشمعنى انت احسن مني في ايه؟ انت ليكي عين تتكلمي؟ ده انا كنت بدافع عنك وواثق فيكي. ازاي تعملي كده؟ ما كنتش اعرف اني متجوز وعايش مع واحدة حرامية. انتم بتكبروا الموضوع ليه؟ ده شوية دهب. اطلعي بره بيتي. انت طالق. ياللي جبتيلي الفضيحة لحد عندي. مستحيل اكمل حياتي مع واحدة وسخت اسمي ووسخت نفسها. انا اللي ضيعت نفسي. انا اللي بايدي حرقت كل حاجة حلوة في حياتي. ما كنتش شايفة، او يمكن انا اللي ما كنتش عايزة اشوف. كنت فاكرة اني لما همشي ورا الشيطان هلاقي القوة، هكون انا الكسبانة. بس الحقيقة انا خسرت كل حاجة. خسرت نفسي واهلي، وخسرت الطريق اللي كان ممكن ينور لي حياتي. انا بسمة، عندي 45 سنة. تعالوا احكي لكم قصتي. انا مش فاهمة، هو يعني احنا اقل من الناس في ايه؟ شوف جارتنا ولاء، دهب ملوش اخر، وجوزها كل شوية يفسحها وياخدها المصيف. يا بسمة كل واحد وله ظروفه، وانا بحاول على قد ما اقدر. احنا ناقصنا حاجة؟ احنا الحمد لله عايشين ومستورة معانا. عايشين. انا نفسي احس اني متجوزة راجل بيحب يدلع مراته. حتى الدهب يا مصطفى بتجيب لي كل فين وفين. يا بسمة انت عارفة ظروفي، وعارفة اني لو اقدر اجيب لك دهب الدنيا كله هجيبه. بس انا مش هسرق ولا همد ايدي. انا زهقت من كلمة ظروفي دي. زهقت من ان اتحايل عليك عشان خروجه، او استنى سنة على بال ما تفكر تجيب لي حاجة تفرحني. ما شاء الله يا ولاء، ربنا يبارك، طقم الدهب ده كمان احلى من اللي وريتهولي السنة اللي فاتت. احمد جوزي كل ما يكون معاه فلوس بيشتري لي دهب، منه افرح بيه والبسه، ومنه يشيل فلوسه لو احتاج يبيع منهم. بصراحة بزعل لما بيبيع منهم، بس انا عندي كتير قوي، وبقول لنفسي عادي، ما هو دايما بيجيب لي. طب انتي مش خايفة عليه من السرقة؟ المفروض يا ولاء تفتحي خزنة ببنك، لان الدهب كميته كبيرة، وخلي حبة بيتك تلبسي منهم. لا ما تقلقيش، انا عندي درج جوه الدولاب، وراه كده لوح خشب بشيله، وراه بقى حتة مجوفة بحط فيها كل حاجة، والله ما حد يقدر يشك فيها. وان شاء الله احمد هيفتح لي خزنة، بس قلت له استنى شوية، طول ما الحاجة مستخبية كويس خلاص. عندك حق. المهم الحاجة تفضل في امان. ربنا يبارك لك فيهم يا ولاء ويسعدك. شكرا يا بسمة، وانتي كمان ربنا يرزقك باللي زيهم واحسن كمان يا حبيبتي. وفي يوم استغلت الفرصة، كنا قاعدين انا وولاء بنتكلم كعادتنا، ضحك ورغي عن كل حاجة، وفجأة جارتنا ام عبده خبطت على بابها وقالت لها تعالي يا ولاء شوفي الموتور بتاعك بيسرب مية. ولاء راحت مع ام عبده وسابتني في بيتها لوحدي، وانا قلت استغل الفرصة، جريت على طول على الدولاب واخدت الدهب من المكان اللي قالت عليه ولاء. خدته وجريت بسرعة على بيتي وخبيته، ورجعت عندها وكأنه ما حصلش حاجة. كملنا كلامنا، ضحكنا شوية وشربنا الشاي ومشيت. وساعتها قلت في نفسي مستحيل تشك فيا، ده انا صاحبتها. مين يعرف مكان الدهب ده يا ولاء؟ انت حاطاه في مكان محدش يتخيله، ده غير ان البيت مترتب، مفيش حاجة مقلوبة ولا حاجة مكسورة. يعني اللي داخل يسرقه عارف مكانه بالظبط ومش محتاج يدور. ده مش حرامي عادي، ده حد مننا وعارف كل حاجة. بس محدش ابدا يعرف المكان ده غيري. بس ما جارتي انا كنت حكيت لها بس مستحيل تعمل كده، دي صاحبتي وحبيبتي، واسرارنا مع بعض عمرها ما هتأذيني. بالعقل كده يا ولاء، وقبل ما نتهم اي حد، مين غيرها يعرف المكان؟ محدش خالص، هي بس. وانتي قلتيلي انها كانت قاعدة معاكي وانتي نزلتي عشان الموتور، وسبتيها لوحدها في الشقة صح؟ ورجعتي لقيتي كل حاجة زي ما هي الا الدهب. يعني ممكن تكون هي فعلا بسمة؟ معقول؟ دي اختي. انا هتصرف، انتي مالكيش دعوة بالموضوع ده. انا لازم اكون معاك، استنى هقولي هتعمل ايه. انا عايزة افتش البيت يا مصطفى بعد اذنك. تفتيش بيتي انا؟ ليه؟ هو في ايه اللي حصل؟ الدهب اللي اتسرق من بيتنا احنا متأكدين انه هنا، وانا مش جاية افتري عليكم، انا جاية اخد حقي.
مراتك سرقت دهبنا، وعشان الجيرة أنا هاخد الدهب بتاعي وامشي، ولو مش راضي بالتفتيش يبقى أنت اللي هتضطرني أبلغ الشرطة. خد بالك أنت كده بتتهم مراتي بالسرقة. بسمة حرامية؟ أنت كده بتظلم. أنا بتكلم بالمنطق، وهي كانت موجودة لوحدها في البيت وقت السرقة، وكمان كانت تعرف احنا مخبيين الدهب فين بالظبط. فتش يا أحمد، بس خلي بالك لو طلعت ظالم مراتي اعتبر علاقتنا دي انتهت تماما. اهو دهب ولاء اهو كله. معقول انت يا بسمة؟ انت اللي كنت مأمناكي على اسراري وبقول عليكي اختي؟ كل واحدة بتدور على مصلحتها، وانا لقيت فرصتي. ليه يكون عندك الدهب ده كله وانا لأ؟ اشمعنى انت احسن مني في ايه؟ انت ليكي عين تتكلمي؟ ده انا كنت بدافع عنك وواثق فيكي. ازاي تعملي كده؟ ما كنتش اعرف اني متجوز وعايش مع واحدة حرامية. انتم بتكبروا الموضوع ليه؟ ده شوية دهب. اطلعي بره بيتي، انت طالق. ياللي جبتيلي الفضيحة لحد عندي. مستحيل اكمل حياتي مع واحدة وسخت اسمي ووسخت نفسها. ايه ده؟ انت بتطلقني عادي كده؟ طب وعيالنا؟ هو انت فكرتي في عيالك قبل ما تعملي المصيبة دي؟ وانا مستحيل اسيب عيالي تربيهم واحدة زيك. بعد اللي حصل ومصطفى طلقني ما كانش عندي دمعة واحدة انزلها عليه ولا على بيته، لان عيشته ما كانتش عجباني. بس وجعني لما اخد ابني مني. قال انه كبر خلاص ومش محتاج ام زيي، وساب لي البنت عشان صغيرة ومحتاجة رعاية. بس انا وقتها ما وقعتش، لاني كنت بكلم واحد من على السوشيال ميديا، ولما فهمته اني حرة دلوقتي قال لي اظبط اموري ونتجوز، بس هنعيش في شقة ايجار. بس لما جات لي الفرصة الاحسن وافقت بيها على طول. اختي توفت وجوزها الراجل الغني لقى نفسه لوحده مع عيال صغيرين. جات لي الفرصة على طبق من ذهب. بصي يا بسمة، انا فكرت كتير بعد ما ام العيال ماتت، والعيال محتاجين حضن ومحتاجين حنية، واكتر واحدة حسيت انها ممكن تعوضهم عن غياب امهم هي انتي. طبعا طبعا، دول عيال اختي يعني عيالي، وعشان كده انا عايزك تكوني مراتي، مش بس عشان تربيهم، لا، انا شايف انك انسب واحدة في حياتي. انا كمان انا محتاج ست حنينة زيك. انا مش عارفة اقولك ايه، ولاد اختي دول زي عيالي بالظبط. بس لازم اقولك على حاجة، بنتي هتكون معايا، دي لسه صغيرة ومحتاجاني. اكيد طبعا، بنتك تيجي فوق راسي وتعيش معانا ونبقى اسرة. يبقى اتفقنا يا خليل، يا رب اكون قد المسؤولية. تعالي يا قلبي اشربي كوباية اللبن دي وكلي البسكوت ده تصبري بيهم لحد ما اخلص اكل. واحنا يا طنط احنا جعانين، مش هناكل اي حاجة تصبيرة؟ لا، مفيش تصبيرة، لما اخلص الغدا هتتغدوا. كويس اني سايباكم تاكلوا في البيت اصلا. ويلا روحوا العبوا في الأوضة، وخلوا صوتكم واطي عشان زهقت من دوشتكم. يلا يا ولا خد اختك وامشي من قدامي، هتفضل باصص لي كده كتير؟ يلا. انت ازاي تمدي ايدك على حاجة مش بتاعتك؟ الدبدوب ده بتاع رينات بنتي، المرة الجاية لو اخدتي حاجة من حاجاتها هديكي علقة جامدة، مش مجرد قلم على وشك. فهمت يا بت؟ انت ازاي بتعملي كده فينا؟ ده انت خالتنا واحنا ولاد اختك، بس طلعتي مرات اب بجد. احنا مش عايزينك معانا. بص بقى، الكلام اللي بتقوله ده لو طلع لابوك هتشوف ايام سودة، وهخلي حياتك كلها جحيم. فاهم؟ انا بعملكم احسن معاملة قدامه، بس لما يكون مش موجود كل واحد فيكم يلم نفسه، والا هتشوفوا مني الوش التاني. ربنا يكرمك يا بسمة، العيال باين عليهم مبسوطين، وكل يوم بيرجعوا من المدرسة بلاقيهم لابسين نضيف وقاعدين يذاكروا. فعلا انتي نعمة من ربنا. مالك يا آدم، مش بتاكل ليه؟ هو زعل شوية عشان حرمته من اللعب على البلاي ستيشن النهاردة، عشان ما كانش مذاكر. لكن ولا يهمك، احنا هنتصالح دلوقتي. ومهما حاول آدم يوصل لأبوه حقيقتي، كان خليل مش بيديله فرصة، لأني كنت دايما باكل عقله بكلمة حلوة شوية دلع، وبعامل العيال قدامه زي الملاك. بس كنت هرياه طلبات، مفيش مرة قلتله هاتلي إلا لما جابلي اللي نفسي فيه كله وأكتر. كل شوية عايزة جديد، ولبس ودهب وخروج وسفر، لحد ما المحل بدأ يخسر والمصاريف بقت أكتر من دخله. بس أنا كان أهم حاجة عندي أبقى مبسوطة،
ولا فارق معايا اللي بيغرق. بسمة، أنا مش قادرة أكمل كده. أنا خسرت كتير والمحل واقف على رجله بالعافية. انتي مش بتفكري غير في نفسك. طلبات طلبات، كل طلباتك مهما كانت مجابة. لازم تكون مجابة يا حبيبي، ما هو ده الطبيعي. لما تكون متجوز ست زيي لازم تعيشني العيشة اللي استحقها. أختك عاشت معايا سنين ما طلبتش ربع اللي انتي طلبتيه، وكنا عايشين مرتاحين. تجارتي كانت ماشية مية مية والبيت كان هادي. انتي دخلتي قلبتي كل حاجة، وباين عليكي مش همك ان المركب تغرق. دلوقتي بقيت انا اللي بغرق المركب؟ نسيت انك بتموت فيا وما تقدرش تستغنى عني، ولا نسيت ان انا اللي شايله بيتك وبربي عيالك؟ كل ده وهم. ده حتى ادم ابني كان بيحاول يلمحني دايما انهم مش مرتاحين معاكي، وانا ما كنتش بصدق، او ما كنتش عايزه اصدق. اوعي تفتكري اني هعيش معاكي العمر كله مغفل. انا خلاص عرفت حقيقتك. طيب اذا كان كده انا عايزه حقي يا خليل. حقك؟ ما انت عايشه في البيت واللي بتطلبيه بتجيبيه. عايزه ايه تاني؟ عايزاك تطلقني يا خليل. انت خلاص ما بقتش تنفعني، وكمان تديني الفلوس اللي هطلبها منك. وانا كمان ما بقتش عايزك في حياتي، بس ملكيش فلوس عندي. كفايه قوي اللي اخدتيه مني طول فتره جوازنا. ده غير انك سايباني والمحل بيقع، وما بقاش معايا غير قرشين هوقف بيهم المحل من تاني. لا، الفلوس دي بقى هتبقى لي انا، والا الورق اللي معايا هلعبك بيه. ورق؟ ورق ايه؟ هو انت ما تعرفش؟ انا اخدت اصل ورق البيت والمحل، وكمان اخدت معاهم شوية ورق ضدك، مخالفات على تهرب ضريبي. ها، ايه رأيك؟ بس الفلوس دي ما بقاش معايا غيرها، وهي اللي هتوقف المحل من تاني. وانا مالي، انا عايزة حقي وبس. واتطلقت من خليل، واخدت منه فعلا اللي انا عايزاه، واتعرفت على واحد غني قوي عايش في الخليج من على السوشيال ميديا. ولما قابلته قال لي احنا نتجوز على طول، واخلص الورق عشان اخدك معايا انت وبنتك، لان كمان اجازتي هنا مش طويلة. طب بالنسبة للفلوس اللي معايا هنا في مصر، انا كنت بفكر افتح بيهم مشروع صغير هنا، بس قلت اشغلهم معاك عشان يزيدوا اكتر. ما هو زيادة الخير خيرين. خليهم زي ما هما، احنا مش محتاجين فلوسك. انا شغال كويس والحمد لله. عشان خاطر يا ماجد، انا عايزه استثمرهم، وانت طبعا هتديني بيهم ورقه متوثقه وفيها كل التفاصيل. ماشي يا بسمه، اللي يريحك. وماجد اختفى من يوم ما اخد مني فلوسي، ولما رحت ابلغ طلع نصاب دولي معروف، ودي مش اول مره. الفلوس كلها راحت، وما كنتش قادره حتى اصرف على بنتي. اضطريت ارجعها لابوها، وحاولت ارجع لجوزي الاولاني ابو عيالي مصطفى، بس هو رفضني تماما. وبقيت لوحدي، لا راجل ولا عيال ولا فلوس ولا حتى راحة بال. شري وطمعي خسروني كل حاجة. خسرت أسرتي وولادي وراجل كان بيحبني، وخسرت نفسي.